سلام أحبابي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. واليوم قلت نشارك معكم الشباكية أول مرة نديرها. عندي هنايا نص كيلو تاع الدقيق، وعندي نص كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع اللوز، ونص كاس ديال الزبدة مذوبة، ونص كاس ديال الجنجلة، معاه معلقة ديال النافع، مهم كيتخطوا ليا في السميات، وشوية ديال القرفة حتى هي كتجي زوينه، وشويه ديال خماره حمراء غندير فيها غير شويه 4 غرام، وشويه ديال الملحه. المهم هنايا غادي نخلط في هاد لوبول هذا، نخلط فيه كلشي وغادي ندير كلشي. المهم هنايا من بعد ما صايبتها كتجي قاصحه، زعما باش تعرفوا واش نجحت لكم العجينه خاص تجي قاصحه. وهنا كاينين اللي ديجا زعما صوبتهم، فرقتهم على 4 دابا، ومن بعد عاوتاني غنفرقهم على بزاف، وصافي غير كنديرها هكا بالدلاك. ومن بعد دابا غادي نرجع هذيك الجهه الوسط، وهاد الجهه اللي قدامي عاوتاني حتى هي الوسط، وغادي نرجع الجناب الوسط حتى هما. وراه هادي اول مره غادي ندير شباكيه، ما عارفاش واش غتجيني زوينه ولا ما زويناش. المهم غير شاركت معكم غير شويه ديال اللقطات، حيت هنايا درتها في الليل ومعايا ولدي مازال ما نعس، غير شاركت معكم غير شويه ديال اللقطات وصافي. وحتى نسيت ما في المقادير، درت كاس قله ربع ديال الماء الزهر، ونص كاس ديال الماء، وزدت عليها دامتي، وجوج معالق ديال الخل، ما قلتهاش في الاول. وجبت هاد الماكينه عاد دابا شريتها حتى هي، وهاد الدلاك، وهاد جوج ديال باش كتقطعوا العجينه. وعندي هاد البلاطو هذا ملي نصاوب زعما باش نحط فيه الشباكيه. وهذه هي لا ماشين ديال لاباط اللي شريت، زعما اللي بغى يشريها ولا اللي بغى يشوف زعما لا مارك ديالي. هذه زوينه صراحه، ملي جربتها دابا صدقت معايا زوينه. وكتدخلي هذيك زعما ديك الثانيه كتدخلهم في ديك الريوس. المهم هنايا غادي نصاوبها مزيان وصافي، وغادي نوريكم كي جات الشباكيه ديالي. وهنايا الغد ليه حيت ما بقيتش في الليل كملت التصوير. المهم قضيت الشباكيه ديالي اول مره نديرها، درت ديال 4 ديال الاشرطه، صراحه صدقات معايا، ودرت ديال 3 ديال الاشرطه حتى هي، ولكن ديال 4 ديال الاشرطه اللي صدقات معايا مزيانه. وهنايا كنوريها لكم باش تشوفوا بلي كاينين شي وحدين ما مقادينش وكاينين وحدين مقادين مزيان. المهم اول مره وزيدها ما عمرني درتها، وصافي بوحدي ومع الدراري، داكشي علاش تعطلت فيها شويه. وهنايا درت الزيت باش تسخن، وهنايا العسل. هاد العسل هذيك ديال الغران فخي اللي شريت، غنوريها لكم في فيديو اخر. وعندي جنجلان النافع، المهم كيتخاطوا ليا السميات ديالهم. وهنايا ملي خليت الزيت باش تسخن شويه، بديت كنحط في الشباكيه شويه شويه. هادو الاولين هما طابوا ليا بزاف اكثر من اللازم. غادي نوريكم في الاخر كي جاوني، وحدين اخرين جاوني صراحه مزيانين، غير شي وحدين اللي تحمر بزاف. وهنايا حطيت عاوتاني وحدين اخرين،
وكنقلبهم غير بالفرشات شويه بشويه، ونقص عليهم العافيه باش يجوني مزيانين، حيتاش الاولين صراحه تحمروا ليا بزاف. وهنايا درت هذوك الاولين في العسل. ومهم هما راه كنوريكم هادشي اللي درت باش يبانوا لكم مزيان وصافي. صراحه جاوني مزيانين زعما. ولا في المهم راه نقصت عليهم العافيه وقابلتهم مزيان باش ما يتحمروش ليا بزاف اكثر من اللازم. وهنايا من بعد ما كملتهم كاملين درتهم في الكسكاس باش يستقطروا داك العسل، وضفت عليهم الجنجلان وصافي. كاينين اللي جاوني خلاص محمرين بزاف، وكاينين اللي جاو واعرين بزاف صراحه، جاوني هشاش والمذاق ديالهم زوين بحال هذاك ديال الزنقه. غير زعما ما تعكزوش حتى نتوما نوضوا ديروا الشباكيه ديالكم. وحتى انا راه ما غاديش نشريها هذا العام، اول مره نديرها وصافي. شفت بزاف ديال لي فيديو في يوتيوب وهكا باش نتعلموا ونشوفوا. صراحه مزيان يتعلم الانسان داكشي ديالو يديرو لراسو في الدار. المهم غادي نديرها في ديك لابوط اللي وريتكم. ندير فرشت ليها بابي الومنيوم، وغادي نغطيها حتى بابي الومنيوم، وغادي نديرها في الثلاجه باش تبقى ليا شاربه العسل وزوينه، ما تجينيش زعما ما زويناش من بعد. المهم هنايا كنوريكم الريزولت ديالها. صراحه بلا ما نشكر راسي راه جاوني صراحه زوينين، وحتى راجلي ملي جربها قال لي زوينه زعما. وهكذا نقدر نعاود عاوتاني نص كيلو اخر باش هكا تكون كتير عندي شويه، وحيتاش غادي نعطي لحماتي شويه. المهم يجربوا هكا هما كيشريوها صراحه، وغادي نعطيها شويه باش هكا يجربوا ديالي عاوتاني. وهذيك اللي محمره بزاف غادي نديرها في ديك لابواط الصغيره، وهذه اللي زوينه راه درتها في بواط كبيره ودخلتهم. المهم هنايا قديتهم ودرتهم في الثلاجه، غطيتهم بالومنيوم وصافي. حطيت هذيك الصغيره غير المهم بلاصه اخرى باش هكا ناكلوها. وكل نهار كتجبدي زعما شحال غادي تاكلي، وهكا كتبقى مزيانه في الثلاجه ما يوقع ليها والو. وان شاء الله غادي نحط لكم فيديوهات اخرين ديال لي غوسيت مره. نلقاكم في فيديوهات اخرين ان شاء الله. يعجبكم هذا الفيديو. يلا بسلامه.